احنا ما كناش بنقول لك ارحل، احنا بنقول لك ايه الحل، ايه الحل. وعمر ما كان من مطالبنا ان احنا نقول ارحل ارحل، احنا كنا بنقول ايه الحل ايه الحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الواحد مرتاح مبسوط صراحة يعني، وحاسس ان هو فخور بالاداء المشرف، الاداء الرجولي اللي كان فيه المنتخب بيلعب بيه مع ماتش جنوب افريقيا. الحمد لله احنا كسبنا 1-0 ضربة جزاء من محمد صلاح. بس صراحة الواحد لازم يقف عند كذا حاجة ويتكلم فيها ويشكر كام حد الصراحة يعني. طبعا توفيق طبعا كبير من عند ربنا ان احنا كسبنا، الحمد لله كسبنا الماتش. بس لازم ارجع اشكر كابتن حسام حسن على الاداء العظيم اللي لعب بيه امبارح، وبالذات في الشوط الاول. ان هو لعب فعلا بطريقه فنيا عاليه جدا. وحسينا اخيرا ان هو في جمل بتتعمل في التمرين، يعني حسينا يعني بالذات في الشوط الاول، حسينا في كام كوره كده شفناها في الشوط الاول لسه هنتكلم عليها. حسينا ان في حاجه بتحصل في التمرين، في جمل متفقين عليها، في تحركات هو متفقين عليها. فالصراحه هو يعني كابتن حسام حسن الصراحه عامل ماتش عالي جدا 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 فنيا، وبالذات الشوط الاول. وطبعا لازم نشكر اللعيبه من اولها، كابتن محمد الشناوي في حراسه المرمى لحد كابتن محمد صلاح في الهجوم. كل اللعيبه صراحه لعبوا رجاله، وعملوا اللي عليهم زياده، سواء من الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي، كلهم عملوا اللي عليهم الصراحه، ما فيش اي حد اتاخر. بس انا بالنسبه لي في اربع لعيبه لازم اقف عندهم. لان هم بالنسبه لي هم كانوا عمود الماتش، يعني هم بالنسبه لي هم الدينامو اللي كانوا في الماتش موجودين. وهم اللي كانوا مبينين مبروزين مصر ومطلعينها بصوره كويسه جدا، ومطلعينها بصوره اللي هو مشرفها وطريقه رجوليه. محمد الشناوي كان في حراسه المرمى عامل اداء ولا اروع. يعني محمد الشناوي الواحد كان بقاله الصراحة فترة بيتكلم ان هو مش عامل احسن حاجة، واداؤه مش مناسب، واداؤه مش ده الاداء اللي احنا مستنيينه من حراسة المرمى بتاع المنتخب. بس هو الصراحة يعني عكس وخيب ظننا، وده اللي احنا مستنيينه. والحمد لله رفع راسنا، وكان قادر يقف وقادر يصد وقادر يعمل اللي عليه واكتر. وكمان يعني في كام كورة اتلعبت عليه، هو تقريبا اتشاط عليه 18 كورة في الماتش كله، شاط عليه 18 كوره، منهم 6 كور بس على المرمى. يعني اللي هو يعني شوتس اون تارجت، الست كور اللي على المرمى 6 كور. ف... فهو قدر يعمل اللي عليه، وفي كور كانت من جوه ال 18. الصراحه انا يعني انا اتفاجئت كمان بادائه، ان هو قدر يشيل الكور دي من جوه ال 18. والحمد لله يعني هو قلب موازين الماتش خالص الصراحه. وطبعا مش هنقدر ننسى الثلاث لعيبه التانيين بالنسبه لي، ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومروان عطيه. الثلاثه دول الصراحه كانوا مستقتلين في الماتش، وبالذات ياسر ابراهيم كانوا مستقتلين في الماتش، وكان تحسهم بيقطعوا في جلدهم في الماتش كده، اللي هو يعني احنا هنموت عشان خاطر المنتخب. وفعلا فعلا هم كانوا موصل لنا الروح دي، والجمهور كله كان مبسوط وفخور، وكان واصل للجمهور الحته اللي هو الروح، الحته دي اللي هو الجرينتا بتاعت الدفاع دي. كانوا مستقتلين بطريقه عظيمه صراحه، وبالذات ياسر ابراهيم بجد بجد. يعني هو محمد شناوي خد طبعا نجم المباراه يعني، بس انا بالنسبه لي ياسر ابراهيم برضو يستحقها ويمكن اكتر. عايز اتكلم بقى على كام حاجه فنيا لازم اوضحها. المنتخب لعب لما الكوره بتبقى مع جنوب افريقيا، المنتخب لعب بخطه 5-1-2-2. 5 كان عندنا محمد هاني ومحمد حمدي على الجناح الظهير الايمن والظهير الشمال. وكان عندنا في قلوب دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. وكان ساقط ما بينهم كان حمدي فتحي. وكان بيلعب قدامه مروان عطيه، وبيلعب بالاثنين زيزو وتريزيجيه، وقدامهم اتنين كمان كان صلاح ومرموش. وكانت ساعات بتبقى 5-1-3-1 على حسب طبعا الكوره جايه من اي جبهه. لان زيزو دايما كان بيميل على حته بتاعت صلاح، لان هو عارف ان صلاح المنتخب كله عارف اكيد ان صلاح في الحته الدفاعيه مش احسن حاجه. فدايما زيزو كان بيروح في الحته اليمين يغطي على محمد صلاح. الخطه دي كانت مميزه جدا. محمد صلاح كابتن حسام حسن قصدي لعب بيها مميزه جدا، لسبب ان هو انتوا لو خدتوا بالكم في الشوط الاول بالذات في اول حته تلت ساعه والناس ركزت معايا، محمد هاني ومحمد حمدي اللي هو الباك رايت والباك ليفت بتوعنا، لما الكوره كانت بتبقى مع جنوب افريقيا وييجوا يطلعوا بالكوره، كانوا بيطلعوا دايما على الظهير الايمن والشمال بتاعهم اللي هم الباك رايت والباك ليفت بتاعهم. مجرد ما الكوره بتوصل لاي واحد فيهم سواء الباك رايت او الباك ليفت، هتلاقي محمد حمدي طار عليه، او محمد حمدي او محمد قصدي هاني طار عليه، او محمد حمدي من الناحيه الثانيه راح طار عليه. يبقى في ضغط سريع بطريقه سريع. يعني كابتن حسام حسن كان مدي تعليمات ان الكوره لما توصل لده او لده
بالذات في طلوع الكوره، لان دول من اخطر اللعيبه اللي في جنوب افريقيا. محمد هاني لازم يكبس من هنا، محمد حمدي لازم يكبس من هنا. وده الصراحه المنتخب كله عمله، حته اللي هو الضغط العالي، الضغط السريع والالتزام بحته الدفاع. يعني ما فيش حد بيروح ما بيرجعش، لا محمد هاني كان بيضغط بسرعه وراح راجع بظهره بسرعه، لما كوره مثلا بيرجعوها ورا تاني ولا حاجه كان بيرجع تاني يلتزم بالخطه. ومحمد حمدي نفس القصه. والصراحه مروان عطيه وحمدي فتحي كانوا بيبدلوا مع بعض، واحد بيسقط والتاني بيضغط، بس كان حمدي فتحي اكتر هو اللي كان ساقط ما بين الدفاع، ومروان عطيه اللي كان بيضغط مع لعيبه نص الملعب. والصراحه عملوا اللي عليهم وزياده في الحته دي. بالنسبه لجنوب افريقيا، لما الكوره في حاله الدفاع، لما كانوا بيدافعوا مصر اللي كانت بتهاجم عليهم، كانت جنوب افريقيا بتلعب باربعه 4 2 3 1. كانوا حاطين اتنين في نص الملعب بارتكاز، بسبب ان هم عارفين ان الخطوره اللي موجوده في مصر متمركزه عند حته ان اللعيبه بتاعتنا بتتحرك، عاملين حته اللي هو ايه، اللا تمركزيه، اللي هو حته صلاح وتريزيجيه. دايما اللعيبه دي كانت بتضم، هو مدرب المنتخب كان عارف ان محمد صلاح وتريزيجيه دايما كانوا بياخدوا الكوره من على الاطراف وينزلوا جوه للعمق، بيخشوا جوه يرقصوا ويدوا ثرو ولا حاجه ويجروا اللعيبه، او يجروا محمد هاني ومحمد حمدي من وراهم. فبالتالي هو كان حاطط لهم اتنين في نص الملعب ارتكاز، لان هو عايز يقفل الثغره اللي هي بتاعه محمد صلاح والثغره بتاعه تريزيجيه، وكان معاهم برضو زيزو في النص الملعب، فكان عايز يقفل الجبهه دي عليهم من كل الاتجاهات. في برضو كام كوره انا حابب اتكلم عليها. يعني الحمد لله طبعا توفيق من عند ربنا وكل حاجه، بس في كام فرصه ضاعت الصراحه. الواحد المفروض يعني ما تضيعش كميه اهدار الفرص اللي بتحصل دي. في كوره كانت في الدقيقه العاشرة، الصراحه عجبتني جدا جدا. جمله انا قلت الجمله دي يعني تقريبا دي متدربين عليها. الكوره كانت مع زيزو تقريبا في نص الملعب في التلت اللي هو اليمين بتاع المنتخب، قدام في الحته اللي قدام دي. زيزو كان معاه الكوره، ادى كوره كده، اداها كده ثرو، ضرب بيها خط الدفاع. كان محمد هاني جرى محمد هاني في المساحه ورا خط الدفاع. محمد هاني الصراحه لعبها عرضيه ارضيه حلوه جدا، بس للاسف محمد صلاح ما قدرش يلمس الكوره او ما قدرش يوصل للكوره. ما اعرفش بقى ده بسبب مثلا ممكن تكون قوه الكوره ملعوبه من محمد هاني، ولا يمكن يكون كان سوء تمركز. محمد صلاح ما كانش واقف على مشط رجله وكان جاهز ان هو يقدر يلمس الكوره في اي وقت، طبعا بسبب ان هو ما كانش جاهز في الماتشات اللي في الدوري الانجليزي، وما كانش عنده الاستعداد البدني ولا الذهني ان هو يبقى جاهز في كور زي دي يقدر يقطم على طول ويشوط. بس الصراحه الكوره كانت اتلعبت والكوره حلوه جدا. وبرضه في كوره كانت في الدقيقه 17، كان في فاول من الجبهه الشمال بتاعتنا قدام، عرضها محمد صلاح. الكوره اتعرضت ووصلت جوه ال 18 لثلاث لعيبه من منتخبنا، والثلاث لعيبه ايه يعني الكوره نزلت عليهم وهم لوحدهم متسابين. يعني ال 18 بتاع طبعا ال 18 بتاع جنوب افريقيا، والكوره ملعوبه فاول، والحمد لله نزلت للثلاث لعيبه ومتسابين ومحدش ماسكهم، وخلاص قلنا دي جون، ده جون مؤكد يعني. الكوره بتطلع بتعدي الثلاثه، ولا واحد فيهم قدر يشوطها براسه يعني، ولا واحد فيهم قدر يعمل جامب ويدخلها براسه، مع ان الثلاثه يعني مميزين بالكره الرأسيه. الصراحه لازم كابتن حسام حسن بعد كده خلاص احنا الحمد لله كسبنا، بس بعد كده لازم يتكلم في الكور، كميه اهدار الفرص اللي بتحصل دي. احنا الحظ الحمد لله كان معانا والكوره ابتسمت لنا والدنيا جميله وكل حاجه، بس قدام احنا هنلاعب منتخبات تانية قويه ممكن يكون الحظ مش معانا. فلازم الفرص اللي بتضيع مننا دي نقدر نستغلها عشان نقدر نطلع كسبانين من الماتش ونبقى خلصانين بدري بدري ومرتاحين. الكوره دي يعني لازم يتكلم معاهم في حته ان احنا الحمد لله عندنا تقريبا من 5 ل7 لعيبه عندهم بيعرفوا يعني كويسين في الكوره الرأسيه وكويسين في الجامب، وفي الجامب بتاعهم كويس، وبيعرفوا يشوطوا براسهم كويس، زي رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، تريزيجيه، زيزو، عمر مرموش، وحسام عبد المجيد لو بيلعب. كل دول يعني متخيلين في 5 6 لعيبه موجودين كل ماتش اصلا بيعرفوا يلعبوا كوره رأسيه، وجابوا يعني جوان كتير قبل كده براسهم. فالفرص دي ممكن يتدربوا عليها تاني، واكيد طبعا كابتن حسام حسن يعني الواحد من غير ما يقول اكيد هيبقى مركز، هيسبوت على الحته دي، وان هو ازاي يقدر يخليهم الكور الثابته سواء من الكورنرات سواء من الفاولات يقدروا يستغلوها، بالذات ان هم يعني حلوين جدا في حته الجامب وان هم يجيبوا الكوره براسهم. جنوب افريقيا لما كانت بتلعب ب 4 2 3 1 كانت حاطه قدام فوستر ده لعيب بتاع نادي بيرنلي اللي في الدوري الانجليزي. فوستر ده الصراحه هو فيه كذا ميزه، ان هو قوي في الالتحامات الهوائيه، وعنده حته ان هو يقدر يخطف كوره من ورا المدافع، يعني يقدر التمركز بتاعه حلو.
ان هو يقدر يستغل. هو عارف كويس جدا حته ان قلوب الدفاع بتاعتنا مش اسرع حاجه، فكان يقدر يستغل في كذا فرصه جات له، كان ممكن يقدر يستغل ويعدي من الدفاع بتاعنا، والحمد لله ما حصلش كده. بس يعني ناخد بالنا من المهاجمين اللي هو عندهم القوه اللي هي البدنيه او الالتحامات الهوائيه، اللي يقدر لو كره مرفوعه من ضربه مرمى يقدر يطلع يستلمها ويستلمها على المدافعين بتوعنا ويقدر يلف ويروح. فناخد بالنا بعد كده من الناس دي، المهاجمين دول بالذات. في حته برضو لازم نقف عندها، هي ما عجبتنيش. وزي ما بنقول اللي لينا لازم نتكلم في اللي علينا الصراحه. يعني ما مش كل حاجه يعني طبعا المنتخب شرفنا وانا مبسوط جدا جدا والله العظيم وفرحان بجد، بس لازم نتكلم برضو بالحاجات السلبيه اللي حصلت. او هي نقطه بالنسبه لي ما كانتش مفهومه، اكيد كابتن حسام حسن كان ليه حسبه تانية، بس انا بتكلم في الطبيعي اللي كان المفروض ايه اللي يحصل. احنا لعبنا شوط اول حلو جدا، حصل للاسف طرد بتاع محمد هاني، وده عمل ضغط طبعا علينا. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. بس هو منطقي وجهة نظري، وطبعا برضو احب اسمع رايكم في الحته دي. محمد هاني اتطرد، هو بيلعب بخمسه، محمد هاني اتطرد، راح نزل بامام عاشور. طب هل يا ترى هو لعب اربعه وحط امام عاشور قدامهم؟ لا، هو لعب برضو خمسه وحط امام عاشور مكان محمد هاني، وطلع عمر مرموش. انا ما عنديش مشكله ان عمر مرموش اللي يطلع وامام عاشور ينزل، ما عنديش نهائي مشكله ان امام عاشور ينزل، بس امام عاشور لما ينزل لا، ما تلعبوش باك رايت، ما تلعبوش مدافع يمين يعني ظهير ايمن، لا خالص. لان هو امام عاشور هو في نقطتين لازم نتكلم فيهم. هو احنا لو رجعنا الماتش اللي هو اللي فات بتاع زيمبابوي، فلما جينا اتكلمنا على حته انت طلعت امام عاشور ليه، كان في ناس بتقول ان هو كابتن حسام حسن طلع امام عاشور لان هو مش جاهز بدنيا ومش جاهز النفس بتاعه والكلام ده كله، وان هو مش هيقدر يواظب الوقت ده كله والكلام ده. فخلاص انت عندك، لو فرضنا ان انت عندك مشكله مع امام عاشور ان هو لسه مش جاهز بدنيا، فانت حطيته في حته اللي هو المدافع اللي هو مكان محمد هاني، حطيته في حته اصلا الجبهه دي كلها بتبقى شغاله جري بس. يعني انت بتقعد تجري بس في الجبهه دي، بتهاجم، بتعمل هجمات مرتده، بتوفرلاب، بتغطي محمد صلاح، وبتعمل معاه بتزيد عدد قدام، وفي نفس الوقت لو الكره اتاخدت منك بتحاول ترجع بسرعه. فامام عاشور ما عندوش الميزه دي. امام عاشور مهاري جدا وما فيش خلاف عليه وسريع، بس مش ما عندوش القوه البدنيه او ما عندوش السرعه والنفس ان هو يقدر رايح جاي على الخط، وبالذات حته دفاعيه. امام عاشور مش مميز في الحته الدفاعيه دي نهائي. يعني امام عاشور ممكن ينزل لك صانع لعب زي ما اتكلمنا قبل كده، يقدر يعلي الريتم يهدي اللعب، لكن ما تحطوش في الحته دي، انت كده بتقتل الجبهه دي. واحنا شفنا من ساعه ما امام عاشور نزل اول تلت ساعه في الشوط الثاني هم عملوا 4 5 فرص بس من ناحيه امام عاشور. الكوره العاليه كلها اللي بتتلعب، الكروس اللي بيتلعب الناحيه الثانيه من عند امام عاشور كلها معديه امام عاشور، لان هو ما عندوش الميزه الدفاعيه دي. يقدر اللعيبه تقدر تعدي عليه واحد على واحد، لان هو ما عندوش الميزه الدفاعيه دي نهائي. فشفنا الفرص كلها هم استغلوا، هم عرفوا خلاص نقطه الضعف فين ولعبوا عليها. فهو الصراحه هو اتظلم، هو امام عاشور اتظلم ان هو اتلعب في الجبهه دي. هو الموضوع كان بسيط جدا، انت عايز تنزل بامام عاشور كان لازم تنزل بيه كده كده، بس ما تنزلش بيه مكان محمد هاني. انت هتطلع عمر مرموش عادي، وهتطلع معاه واحد من الاثنين، يا زيزو يا تريزيجيه. يعني كده كده عمر مرموش لازم هيطلع، ولا هتطلع معاه يا زيزو يا تريزيجيه، وتنزل مع امام عاشور باللي هو احمد عيد اللي هو الباك رايت. ما هو حسام حسن، معلش يا كابتن حسام، هو انت منتخب رايح بقايمه، انت واخد محمد هاني بس؟ ما هو انت لو واخد باك رايت تاني اللي هو احمد عيد بس انت مش واثق فيه، يبقى انت واخده ليه؟ لو انت واخد، يعني انت مثلا، انا واخد مثلا عمر مرموش ومصطفى محمد، بدي مثال، واخد عمر مرموش ومصطفى محمد. عمر مرموش مش متألق اللي هو راس الحربه، لو انت ما نزلتش مصطفى محمد مكانه وراح جيت تنزل مثلا لعيب تاني ملوش علاقه براس الحربه وبتلعبه عشان خايف من مصطفى محمد، يبقى انت كده اصلا. طب انت واخد المهاجم ده ليه؟ هو مش كماله عدد وخلاص؟ بالتاكيد ما دام انت واخد واحد باك رايت تاني، يبقى بالتاكيد هيقدر يطلع لك 10 من 10، او هيقرب على قد ما يقدر من محمد هاني، لان دي اصلا بالفعل هو عنده حساسيه بتاعت اللعب دي، عنده الحته دي ويقدر يلعب في الحته دي كويس جدا. فلا، كنت تنزل احمد عيد عادي تلعب بيه باك رايت عادي، وتنزل بامام عاشور مكان مثلا تريزيجيه وزيزو، بحيث ان امام عاشور كان هيبقى عنده الميزه ان هو في الكور بقى اللي احنا شفناها في اخر الماتش، احنا مش عارفين نطلع بالكوره. احنا الكور كانت بتجينا مجرد ما بنخطف الكوره، هتلاقي مروان عطيه طفشها هنا، ياسر ابراهيم طفشها هنا، رامي ربيعه طفشها هنا، حمدي فتحي طفشها، صلاح حتى يعني كله كان بيطفش الكوره، لان مفيش حد عنده الميزه ان هو يقدر ياخد الكوره من ورا
ويعلي ريتم ويدي للعيبه اللي هي السريعه زي تريزيجيه او صلاح الكوره من ورا المدافعين يجري بيهم. فانت لو كنت نزلت احمد عيد هنا ونزلت امام عاشور قدامهم في نص الملعب يعني مع مثلا مع تريزيجيه وصلاح، الموضوع كان اختلف تماما. انا الحته دي الصراحه الوحيده اللي كان عندي تعليق فيها، لكن الماتش الماتش كله كان حلو جدا، وانا مبسوط جدا بجد من الماتش. ويا رب المستوى ده يفضل موجود وكمان يبقى احسن منه، ويعني يا رب مصر توصل تاخد البطوله كمان. يعني احنا نفسنا كلنا مصر تاخد البطوله. احنا عندنا ماتش جاي انجولا، يا رب نلعب حلو ويا رب نكسبهم ونفضل متصدرين المجموعه زي ما احنا الحمد لله. مبروك لينا كلنا، احنا اتاهلنا 100% خلاص من الماتش بتاع اللي احنا كسبناه ده. ان شاء الله الماتش الجاي نلعبه حلو، وان شاء الله كابتن حسام حسن ياخد العيوب والاخطاء اللي حصلت، وان شاء الله زي ما عمل وعالج الاخطاء بتاعت ماتش زيمبابوي يعالج برضو الاخطاء اللي حصلت في الماتش بتاع جنوب افريقيا ويلعب احسن واحسن. بصوا بقى، كل مرحلة ليها مفرداتها وتوجهاتها. ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ ها؟ بس كده كلامنا يكون خلص عن ماتش مصر وجنوب افريقيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويعني احب اشوف يعني رايكم ايه في الكومنتس. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.